السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم ولتاني مرة في قناتي هنعمل مع بعض البسبوسة المكرملة. بسبوسة المكرملة اللي مش بزهق منها، اللي بتطلع ناجحة 100%. لو جربتيها بالطريقة بتاعتي مش هتندمي وهتدمنيها حرفيا. قمر، لونها بيطلع تحفة وريحتها بتوديكي في حتة تانية وانت في البيت. لو أول مرة تنورني في قناتي أهلا وسهلا بيكي. ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. وحبايبي الحلوين المتابعين ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. تعالى اقول لكم الوصفة ازاي والمقادير ايه. في البداية هاخد كوباية الا ربع من السكر في حلة صغيرة، في كسرولة، في طاسة، في اي حاجة متاحة عندك تقدري تعملي فيها، بس المهم تكون واسعة شوية وغويطة. وهضيف عليهم ربع كوباية من المية ومعلقة من عسل الجلوكوز. مش هحط المعلقة فيهم ولا هقلبهم بأي معلقة، انا هدوبه كده بايدي. هعمل حركات دائرية كده لحد ما السكر يدوب تماما زي ما انتوا شايفين كده، على نار هادية خالص. والخليط بتاعي او الكراميل بتاعي على النار. هبتدي اعمل حركات دائرية برضو فيه كده لحد ما يدوب تماما. انا مش همشي من قدام البوتاجاز او من قدام الشعلة، هفضل واقفة لان هو في اي لحظة هيديني اللون الحلو ده، اللون الذهبي ده. اخد بالي عشان ما يتحرقش، اخد بالي كويس جدا عشان ما يتحرقش، مش عايزاه يغمق، اللي يديني اللون الذهبي الحلو ده. معايا كوباية الا ربع من اللبن وكوباية الا ربع من السمنة. انا استخدمت سمنة بلدي، بتودي البسبوسة في مكان تاني خالص. حرفيا بتبقى ريحتها حلوة، بتبقى ريحتها قلب البيت. لحد اخر قطعة من البسبوسة بتفضل ريحتها فيها وطعمها فيها. لما انزل بالخليط، الخليط بتاعي هيتجمد، انا مش عايزاكي تقلقي من الحتة دي. ايزي فيه وهقلب فيه لحد ما الخليط بتاعي يدوب تماما، ياخد غلوة بسيطة على النار بعد ما يدوب، وهطفي النار بتاعتي. شايفين قدامكم الخليط مفهوش اي تكتلات، ما تقلقيش من المرحلة دي، الكراميل بتاعك مبصي ولا حاجة. بالظبط كده. الخليط بتاعي كده تمام قوي. هخلي الخليط بتاعي يبرد تماما ويوصل لدرجة حرارة المطبخ. ده كده شكله بعد ما برد. السمنة من فوق والكراميل بتاعي راقد تحت في البولة. هبتدي اجهز الدقيق بتاعي. انا معايا هنا 500 جرام من دقيق السالومينا او دقيق البسبوسة، متوفر في السوبر ماركت او في محلات المستلزمات الحلواني او عند العطار. هحتاج 500 جرام بالظبط مش اكتر. المكونات دي او المقادير دي ل 500 جرام من الدقيق. هبتدي اقلب الدقيق في الكراميل بتاعي او في الخليط بتاعي اللي انا عملته. انا مش هعجن، انا عاوزه الدقيق بس يتشرب من الكراميل او الخليط اللي انا عملته معاكم. هبتدي بقى اعجنه بايدي، مش عجن كتير يعني، هو زي ما قلت هخلي بس الدقيق يتشرب من الخليط، ما بيحتاجش عجين. عايزه اقول لكم ريحته جنان، ريحه الكراميل لوحدها تحفه. حقيقي لازم تجربوا الوصفه دي. انا ما ضفتش ولا بيكنج باودر ولا جوز هند ولا اي حاجه، هو مش محتاج. انا معايا هنا صينيه مقاس 28، دهنتها بطبقه من السمنه البلدي برضو من تحت، وكيس حراري دهنته برضو بطبقه تانية من السمنه. وريتكم قبل كده في فيديو قبل كده ازاي تقصوا الكيس الحراري على قد الصينيه. هبتدي انزل بالخليط بتاعي او بالبسبوسه المكرمله بتاعتي.
هفردها كويس جدا في الصينية. مش عايزة يكون في فراغات في البسبوسة او في الدقيق او في عجينة البسبوسة معايا، انا عايزة كلها متماسكة في بعضها. الخليط هتحسوه زي الرملة المبلولة، مفرول كده. فانا هكبس الصينية كويس، او هضغط على الصينية كويس بحيث ان هو الخليط كله يتماسك مع بعضه في الصينية. مش عايزة جنب اعلى من جنب، عايزة كل الخليط سوا واحد في الصينية. هبتدي اعمل خبطتين كده ولا حاجة في الصينية، معلش هيعملوا لنا قلق شوية، بس دي خطوة مهمة جدا لازم تعمليها عشان تساوي معاكي البسبوسة في الصينية كلها. معايا بقى هنا انصاف من البندق، انا حمصته وقشرته. تقدري تدخليه الميكرويف او الفرن بتاعك، يا دوب يسخن بس القشرة هتنطر من عليه، هتقشريه بكل سهولة زي الفول السوداني بالظبط. او تقدري تحمصيه على البوتاجاز في طاسة صغيرة كده ولا حاجة، يا دوب يسخن بس هينطر القشرة بتاعته، وهتقدري كمان تقشريه بكل سهولة. انا زينت الصينية نص بالبندق والنص التاني هزينه باللوتس. تقدري تغيري زي ما انت عايزة او زي ما انت حابة تقدري تزينيها، نوتيلا، شوكولاتة، بندق، فستق، لوز، اي حاجة انت حباها تزيني بيها صينية البسبوسة بتاعتك تقدري تزيني بيها. لو مش حابة خالص براحتك. في ناس كتير بيحبوا ياكلوا البسبوسة سادة وعليها حتة قشطة كده، يا سلام، بتودينا في حتة تاني. هبتدي اضغط على البندق بتاعي علشان لما تستوي البسبوسة ونيجي نحط الشربات، البندق بتاعي ما يطلعش من مكانه. هضغط عليه كويس جدا، وبعدين هدخلها الفرن درجة حرارة 180 في الشبكة في النص، وهشغل الشعلة بس من تحت. هبتدي اجهز السيرم بتاعي، عبارة عن كوباية ونص من السكر، وعليهم كمان كوبايتين من المية، وعصرة نص ليمونة. السيرم بتاعي على النار والبسبوسة بتاعتي في الفرن. ده شكل البسبوسة بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن، واخدة لون ذهبي وحلو جدا. السيرم بتاعي بصي خفيف ازاي، على النار من 5 ل7 دقايق، مش اكتر من كده. ده وقت السيرم على النار. السيرم بتاعي هيكون دافي، لاني طبيعي هطفي عليه او هيخلص قبل تحمير البسبوسة. وبعدين هنزل كمية السيرم كلها على البسبوسة بتاعتي الحلوة دي. ريحتها كانت جنان. الوصفة ناجحة جدا، بدليل ان هي مش بتشقق. لما بضيف السيرم بتاعي على البسبوسة بتاعتي ما شققتش من جميع الجهات، يعني في كل الصينية ما فيهاش ولا شق واحد. شايفين؟ ده يدل على ان البسبوسة بتاعتي ناجحة 100%. السيرم بتاعي كده البسبوسة هتشربه او هتتشرب من السيرم اللي حطيناه. هبتدي اغطي البسبوسة بتاعتي كويس جدا، كيس تلاجة او استرتش او اي حاجة هغطي بيها البسبوسة. مهم ان هي ما يدخلهاش اي هوا لحد ما تبرد تماما. هغطيها كويس جدا وهسيبها تبرد براحتها. انا كده عدى على البسبوسة بتاعتي 5 ساعات، بردت تماما وتشربت من السيرم تماما. معروف ان البسبوسة كل ما بتقعد وكل ما بتهدى او حتى لما بتبات بتبقى احلى واحلى. انا عن نفسي بحب اكلها جدا لما بتقعد لتاني يوم. طعم السمنة فيها بيبان والسيرم بتاعها بيهدى وبتبقى حلوة جدا.
الكيس الحراري اللي حطيناه مخلاش البسبوسة لزقت معايا في الصينية نهائي. زي ما انتوا شايفين كده انا بوريكم ان هي هتتخلع بكل سهولة. انا هبتدي اقلب البسبوسة بتاعتي على صينية التقديم اللي هقدم فيها البسبوسة. هجيب صينية نفس المقاس وهقلبها عليها، بس طبعا انا حطيت الكيس تاني، رجعت الكيس تاني اللي كنت حاطاه لو فاكرين قبل ما تبرد. الكيس الحراري زي ما انتوا شايفين اهو بيتشال بكل سهولة. موزع لون البسبوسة، خلي البسبوسة لونها حلو جدا، بيخلي لونها ذهبي وحلو، مش ملطشة زي ما بيقول، لا لونها جميل. صينية التقديم بتاعتي وهبتدي ارجع فيها البسبوسة تاني او هقلب البسبوسة تاني فيها بكل سهولة، هتتقلب معايا. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. البندق علشان ضغطنا عليه في العجينة بتاعت البسبوسة ماسك فيها مفكش، ما طلعش من مكانه الا كام واحدة بس كده. طبعا انا سويتها. انا هبتدي ازينها باللوتس زي ما قلت. اللوتس بيودي البسبوسة في حتة تانية خالص، لان طبعا مش مسكر والبسبوسة بتكون مسكرة، فبيديني ميكس حلو جدا او طعم حلو جدا. انا من عشاق اللوتس اصلا. جبت 3 معالق من اللوتس وعليهم 3 معالق من زيت الطعام. مهم جدا يكون الزيت نضيفه حلو كويس ملهوش اي ريحة. وهبتدي ازين كده زي ما انتوا شايفين بخطوط من اللوتس على البسبوسة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم ريحة البسبوسة كانت جنان، طعمها كان حلو جدا. لازم تجربي طريقتي في البسبوسة المكرملة، هتعجبك جدا. من انجح طرق البسبوسة فعلا اللي جربتها. انتي كمان هتحسي ان انتي لا، ما كنتش بعمل بسبوسة قبل كده، ده كان تهريج. لا بيكنج باودر ولا زبادي. ويستحسن ان انتي ما تضيفيش عليها كمان جوز هند. هي كده بالمقادير دي كده وبالوصفة دي كده هتديكي نتيجة هايلة. وزي ما قلتلك مستحب جدا تحطي فيها سمنة بلدي، بتوديها في حتة تانية خالص. شوفي صينية بسبوسة زي دي لو هتشتريها من بره هتكلفيها كام. عملناها في البيت بكل سهولة زي بره واحلى كمان. انتي كمان اللي عاملاها في بيتك وبايدك. بس كده البسبوسة بتاعتي الجميلة خلصت. زينتها باللوتس ونص بالبندق. عايزة اقولك حرفيا كانت جنان، لازم تجربيها. وده نهاية الفيديو بتاعي، والوصفة بتاعتي كده خلصت النهاردة. بسبوستي المكرملة اللي مش بزهق منها، انتوا كمان مش هتزهقوا منها لو جربتوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. ولو جديدة في القناة اهلا وسهلا بيكي، نورتيني. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد.